إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى صراطا مستقيما. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين. وليعلم أن الأشعرية لا ينفون عن القدرة الحادثة إلا التأثير بالفعل لا بالقوة، لأن القدرة الحادثة عندهم صفة شأنها التأثير والإيجاد، لكن تخلف أثرها في أفعال العباد لمانع هو تعلق قدرة الله تعالى بإيجادها. نعم. كما حقق في شرح المقاصد وغيره. يعني وقت حكى في الدروس السابقة أنه إذا يعني وقع الفعل من العبد مباشرة تتوجه لهذا الفعل قدرتان: قدرة الله وقدرة العبد. قدرة الله للخلق والإيجاد، وقدرة العبد للكسب والاختيار. طيب، هذا مر معنا. خلال النقاش عم يقولوا طيب شو هالقدرة هي اللي لا بتأثر ولا بتوجد؟ مو قدرة هي، انتم عم تسموها الأشاعرة عم تسموها قدرة، هي مو قدرة إذا كان لا تؤثر ولا توجد. فرد هذا الكلام سابقا، هون مزيد من الرد. عم يقول انه انه الأشاعرة ما عم يقولوا انه هذه القدرة قدرة العبد لا تؤثر ولا توجد مطلقة، لا، ولكن حينما يفعل العبد فعلا من الأفعال فإن قدرته تؤثر وتوجد بالقوة لا بالفعل، يعني بالإمكان. شو اسمها قدرة؟ قدرة لازم يكون في عندها إمكان للفعل والتأثير والإيجاد، هذا بالقوة. أما ما أوجدت هنا في خلق أفعال العباد، يعني هي هذه القدرة، يعني يعترف الأشاعرة بأن الأصل القدرة أنها تؤثر وتوجد، قدرة موجدة يعني، ولكن بالقوة لا بالفعل. وقت بيقولوا بالقوة لا بالفعل بمعنى هذا الكلام أن في إمكانية أن توجد وفي إمكانية أن تؤثر، ولكنها لم تؤثر ولم توجد. بالفعل ما أوجدت ولا أثرت، ولكن بالقوة بالإمكان يعني موجودة الإمكانية فيها. وما الذي منعها من التأثير والإيجاد والفعل؟ ما الذي منعها من ذلك طالما أنه القوة موجودة فيها؟ الذي منعها تدخل قدرة الله سبحانه وتعالى. والله الله خالق كل شيء، خلاص دخلت قدرة الله عز وجل، ما عادت توجد بالفعل، وإنما قدرة العبد أصبحت للكسب والاختيار، لمجرد القصد. هذا من قدرة العبد. القصد بسموه القصد المصمم، هذا من العبد. وأما الفعل حقيقة إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى وخلقه، للأدلة التي مرت معنا: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إلى آخر ما هنالك. فمن الاعتراض والرد عليه مفهوم؟ عيدك كلها. وليعلم أن الأشعرية لا ينفون عن القدرة الحادثة إلا التأثير بالفعل لا بالقوة. بالقوة موجودة قدرة. شو اسمها قدرة؟ نعم. لأن القدرة الحادثة عندهم صفة شأنها التأثير والإيجاد، لكن
نعم. تخلف أثرها في أفعال العباد لمانع هو تعلق قدرة الله تعالى بإيجادها. طبعا. كما حقق في شرح يعني ما بيجوز مؤثرين على أثر واحد، ما بصير. مؤثر واحد هو قدرة الله سبحانه وتعالى. كما حقق في شرح المقاصد وغيره. وقد نقل في شرح العقائد المقاصد للتفتزاني ونفس الشرح له كمان. نعم. وقد نقل التفتزاني أشعري سيدي. التفتزاني ماتريدي. ماتريدي. سيدي في شرح العقائد يميل إلى بعض المسائل والمشاعر. نعم. في عدد من الماتريدي، منهم الكمال بن الهمام المصنف يميل في بعض المسائل إلى رأي الأشاعرة، مثل مصطفى صبري الله يرحمه في مسألة القضاء والقدر هو أشعري. نعم. مع أنه هو شيخ الإسلام الله يرضى عنه، شيخ الإسلام وماتريدي كان. نعم. ولكن يعني المسائل الفروق بين الأشاعرة والماتريدي كلها فروق ليست جوهرية، كل الفروق بينهما ليست جوهرية. نعم. فروق اللفظية في التعبير؟ لا، مو لفظية، فعلية حقيقية، ولكن ما هي من أمهات المسائل. نعم. أمهات المسائل ما بيختلف فيها. سهلان لما بغيته على نقد مثلا على نقد مذهب الماتريدية بالقضاء والقدر، مثلا مصطفى صبري بيرتب عليها أمور يعني مخيفة بالعقيدة. مصطفى صبري بيزودها. يعني الشيخ مصطفى صبري يعني بيسالم الحبة إبه الله يرحمه ويرضى عنه. يعني طبيعته هيك، هو طبيعته هيك، هو فيلسوف الرجل ويخوض في الفلسفة الأعماق بتتبع الأمور زيادة يعني. يعني هلا مثلا ما بدي خوض بقضايا مصطفى صبري، ولكن حتى نعرف انه هو يعني بيزودها في بعض الأحيان. بيذكر سيد قطب الله يرحمه بيقول وهذا الرجل عن سيد قطب، بيقول هذا الرجل أقرب الضالين إلى الهدى. أقرب الضالين إلى الهدى. ليش أقرب الضالين إلى الهدى؟ فبيقول لأنه يقول أنه إذا تعارضت الحقيقة التاريخية مع الحقيقة القرآنية نلقي بالحقيقة التاريخية عرض الحائط ونأخذ بالحقيقة القرآنية. هذا كلام سيد قطب ما عجبه وجعله أقرب الضالين إلى الهدى، لأنه قال هيك. قال ليش بسميها حقيقة تاريخية؟ ما اسمها حقيقة طالما تعارضت مع الحقيقة القرآنية، ما لازم يسميها حقيقة أصلا. فهو يعني غلط بس بالتعبير غلط، مو أكثر من هيك. يعني إذا معلومة تاريخية قصده إنه معلومة تاريخية إذا تعارضت مع حقيقة قرآنية نأخذ بالمعلومة التاريخية على الضحايا، هو عبر عنها الحقيقة التاريخية إذا تعارض. فهذا التعبير من سيد قطب جعله عند مصطفى صبري أقرب الضالين إلى الهدى. الله يرحمه، الله يرحم الاثنين. نعم. بس ما بناخذ ما يترتب على ذلك. لا ما بناخذ. لا، ما عم اقول لك هو هلا بيزيد على فريد وجدي، وبيزيد الحق معه بأصل المسائل اللي بيطرحها كلها الحق معه تماما، ولكن هو بيبني عليها يعني مسائل أخرى. شيخ مصطفى صبري توفى شيخ مصطفى صبري متى توفى؟ يمكن ب 52 يمكن، الله أعلم. وعايش في مصر وفترة كلها يعني من وقت ما طلع من تركيا استقر في مصر. نعم. وقد نقل في شرح العقائد نعم تعريفها بأنها صفة يخلقها الله تعالى في العبد. صفة يخلقها الله تعالى، قدرة العبد، عم يعرف قدرة العبد، صفة يخلقها الله في العبد. نعم. عند قصده اكتساب الفعل. عند قصده، شايف أشار إلى قصد، عند قصده اكتساب الفعل. نعم.
مثل لا بالقوة. نعم. القصد هو مثل لا بالقوة. القصد يشبه عند الماتريدية ما سموه بالعزم، مر معنا هذا العزم على الفعل. عند قصده اكتساب الفعل مع سلامة أيدا العبارة وقد نقل في شرح العقائد نعم تعريفها بأنها صفة يخلقها الله تعالى في العبد. أيوة. عند قصده اكتساب الفعل. عند قصده اكتساب الفعل. نعم. مع سلامة الأسباب والآلات. نعم. ونقل فيه أيضا أنها عند جمهور أهل السنة شرط لوجود الفعل، يعني أنها شرط عادي يتوقف الفعل على تعلقها به توقف المشروط على الشرط، لا توقف المتأثر على المؤثر. يعني الفعل الذي ينتج عن القدرة، الفعل الذي ينتج عن قدرة الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، وعن قدرة العبد بالكسب والاختيار، هذا يتعلق، هذا الفعل الذي حدث يتعلق بقدرة العبد تعلق الشرط بالمشروط. تعلق الشرط بالمشروط قال لك شرط عادي، يعني لا تعلق المؤثر بالمؤثر به، في فرق لأنه بيناتهم. إذا كان يتعلق بها تعلق التأثر معناتها أنه قدرة العبد هي اللي أوجدت، وهي قدرة العبد ما أوجدت. ولكن تعلق الشرط بالمشروط قال لك مثل إيش؟ يعني هلا نحن نقول الطهارة شرط للصلاة، صح؟ شو تعلق الطهارة بالصلاة؟ شو تعلقها أنها إذا انعدمت الطهارة الشرط، إذا انعدم المشروط، إذا انعدمت الطهارة ما في صلاة، ما بتصح الصلاة، صح؟ وإذا وجدت الطهارة قد يوجد مشروط وقد لا يوجد. يعني واحد طهر ضروري يقوم يصلي، يا بيقوم بيصلي يا ما بيقوم، هلا بيقوم بعدين. فتعلق الشرط بالمشروط بمعنى أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. طيب إذا قلنا تعلق قدرة العبد التي ليست خلاقة وليست موجدة، تمام، وإنما هي كاسبة. طيب تعلق قدرة العبد بهذا الفعل الذي فعل، شو تعلقه؟ قال لك تعلق الشرط بالمشروط، بمعنى إذا انعدمت قدرة العبد ما بصير المشروط. لكن مو هو المؤثر فيه، ما هو اللي أوجده، مو قدرة العبد هي اللي أوجدت الشيء، ولكن لها تعلق الشرط بالمشروط، مثل تعلق الطهارة بالصلاة يا أخي. إذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، وإذا انعدمت قدرة العبد ما عاد في فعل، راح الفعل. تمام؟ فما الفرق بين التعلق التأثر بالمؤثر وتعلق الشرط بالمشروط؟ نعم. ونقل فيه أيضا أنها عند جمهور أهل السنة شرط لوجود الفعل، يعني أنها شرط عادي يتوقف الفعل على تعلقها، يتوقف الفعل على تعلق القدرة به، ولو كانت مو هي مؤثرة مو هي موجدة، لكن يتوقف عليها. تمام؟ يتوقف الفعل على تعلقها، تعلق الصفة أو القدرة به نعم بالفعل. توقف المشروط على الشرط لا توقف المتأثر على المؤثر. تمام. وبهذا يظهر أن مناط التكليف بعد خلق الاختيار للعبد هو قصده الفعل وتعليقه قدرته. ايوه، مناط التكليف بدها هي لابد منها، هذه يشير الى مناط التكليف، لانه الفلاسفه يتهمون الاشاعره او المعتزله، يتهمون الاشاعره بالجبر،
بيقولوا في انه هذول جبريه، اذا كانت قدره العبد لا تؤثر بالايجاد فمعنى ذلك انتم جبريه. قال لك لا، انه في هنالك قصد حينما يعني العبد يقصد الى الفعل قصدا مصمما، هذا ينفي الجبر المحض، ما عاد في جبر. وهذا لا يلحظ الا بالتفريق بين الحركه الاختياريه والحركه الاضطراريه. وبدك تفرق بين الحركه الاختياريه والاضطراريه، مثل ما قلنا حركه المرتعش حركه اضطراريه، حركه النائم، واحد نايم قام مشي وراح وكسر له شي شغله، هو رايح وهو جاي ورجع وهو نايم، هي حركه اضطراريه. والحركه الاختياريه اللي هو قام واحد وضربه كف، هاي حركه اختياريه. الفرق بينهما شو هو؟ هو قبل الفعل بالحركه الاختياريه اللي قام ضربه كف، قبل الفعل في عزم مصمم، ما مو موجود هذا العزم. لولا وجود هذا العزم ما كان ضربه. اذا يتعلق بتعلق الشرط بالمشروط فلا بد منه، تمام. بينما الحركه الاضطراريه لا يوجد فيها هذا العزم المصمم، ما له وجود اصلا. قام ونام وكان نايم وقام ومشي وكسر وطبش واذى ورجع، وليس له اي عزم وليست له اي اراده في ذلك. سيدنا العزم ممكن نعبر عنه بانه هو النيه. لا، النيه مو كافيه، كمان اكثر من النيه بشوي. لان النيه انا بقول لك نويت اني صلي الضحى هلا، بس اذا مو صلى مو نوى. لا كيف؟ لا اذا نوى حقيقه. لا، انا نويت هلا انا نويت اني اصلي الضحى ان شاء الله، ولكن العزم بيكون مباشر للفعل، يعني ما بيتاخر عن الفعل ابدا، ما بيكون في فاصل بينه وبين الفعل. مثل القصد يعني. هو انا قلت عزم مو هيك؟ اغلطت انا. العزم بيعبروا عنه الماتريديه، الاشاعره بيعبروا عنه بالقصد. العزم اكثر من القصد. نعم. حركة المرتعش، يعني هو إذا بيعرف حاله المرتعش، إذا بده يفعل فعل بده يوقع الضرر، فشرعا مو ما لازم يقدم يفعله؟ طبعا، لأنه هو ما قبل فعله. عفوا، هلا هو المرتعش إذا بيعرف نفسه بيقرب على الكاسة بيكسرها، صار مسؤول، بيعرف نفسه، لأنه صار مسؤول. أما هو عم يرتعش وقع الكاسة وكسرها، هو عم يرتعش بدون إرادته، هذا مو مسؤول. يعني ما في قصد مصمم، ليس موجودا هذا القصد عندك. بينما بالحركة الاختيارية أبدا أي فعل بده يفعله بده قصد مصمم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيش